مع كل شروق شمس وغياب القمر، مع كلمة لا لليأس يحيا الأمل. يوم جديد مفعم بالخير والتفاؤل والأمل والإشراق، نستهل به يومنا وحلقتنا هذه، لعله يكون يوم مشرق على جميع المستمعين. يسرني أن أقدم لكم حلقة هذا اليوم، وآمل أن تكون هادفة ومفيدة إن شاء الله، كما أتمنى أن تنال إعجابكم ورضاكم والدعم منكم. وعلى بركة الله أبدأ بسرد جديد لقصة جديدة وحلقة جديدة وفرجة ممتعة على بركة الله. أهلا متابعي الكرام في هذه القصة بعنوان جمال البلاغة في اللغة العربية. من جمال البلاغة في اللغة العربية حوار بين كبرياء رجل وغرور امرأة، قال لها: ألم تدركي بأن النور ذكرا؟ فقالت: بل أدركت بأن الشمس أنثى. قال لها: أوليس الكرم ذكرا؟ قالت: نعم، ولكن الكرامة أنثى. قال لها: ألا يعجبك بأن الشعر ذكرا؟ أجابت: وأعجبني أكثر أن المشاعر أنثى. قال لها: ألا تعلمين أن العلم ذكرا؟ قالت: إنني أعرف أن المعرفة أنثى. فأخذ نفسا عميقا وهو مغمض عينيه، ثم نظر إليها صامتا للحظات، ثم قال: سمعت أحدهم يقول أن الخيانة أنثى. ردت عليه: ورأيت أحدهم يكتب أن الغدر ذكرا. قال: لكنهم يقولون أن الخديعة أنثى. قالت: بل هم يقولون أن الكذب ذكرا. قال لها: هناك من أكد لي بأن الحماقة أنثى. قالت: وهنا من يثبت بأن الغباء ذكرا. قال لها: أنا أؤكد أن الجريمة أنثى. قالت: وأنا أجزم أن الإثم ذكرا. قال لها: أنا تعلمت أن البشاعة أنثى. قالت: أنا أدركت أن القبح ذكرا. تنحنح ثم أخذ كأس ماء وشربه دفعة واحدة، أما هي فخافت عند إمساكه بالكأس، مما جعلها تبتسم حال أن رأته يشرب. وعندما رآها في ابتسامتها قال لها: يبدو أنك محقة، فالطبيعة أنثى. قالت: وأنت قد أصبت، فالجمال ذكرا. قال لها: بل السعادة أنثى. قالت: ربما، ولكن الحب ذكرا. قال لها: أنا أعترف بأن التضحية أنثى. قالت: أنا أقر بأن الصفح ذكرا. ولا زال الجدال قائما، وستبقى مستمرا طالما أن السؤال ذكرا والإجابة أنثى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.